محمد الغالو هذا كان هو رئيسي في المصلحة التي كنت أشتغل فيها في أهرمومو. كان رئيسك؟ نعم، رئيسي مباشر، وكان صديقي في آن واحد، جمعتنا صداقة كبيرة. كانت رتبته إيه؟ ملازم أول. هذا الرجل كان يسكن الزنزانة رقم 2. لما سمع بأن شاع خبر بأنهم سيفتشوننا، كسر الراديو الترانزستور الصغير الذي أتى به وخبأه في ثقب المرحاض. سنة كام هذا؟ يعني يقول سنة 74 75. ومنذ ذلك الوقت وله طرأت له مشكلة مع المرحاض. كلما أراد أن يتبرز كان المسكين يتعذب عذابا كبيرا لكي يمرر النفاية، وأصابه نوع من الهوس. كان يقضي سحابة يومه باحثا عن تلك القطع المكسرة، يحاول استخلاصها من الثقب حتى يمرر حتى كان اليوم سحابة يوم يقضيها إلى مع البرد. يعني البرد فعل به الأفاعيل، فأصابه الروماتيزم في ركبتيه، وانتهى به المطاف إلى الشلل التام. شللا تام بخلاف ما عدا يده اليمنى التي كان يحركها. فكان مسجى 24 ساعة 24 ساعة، والتصق لحمه بالإسمنت، وكان يتبرز يعني يقضي حاجته في مكانه. كم سنة؟ وتخيل، سنين طويلة. أحدكم كتب أنه استمر في الشلل 11 عاما. نعم. وكانت المرة الأولى، أقولها بكل تواضع، تطوعت، كنت أول من تطوع للذهاب عنده. توسلت إلى الحراس كي أذهب عنده، فذهبت عنده، ولا أكتمك أنني بمجرد ما دخلت إلى الزنزانة حتى أصبت بالغيثان بدأت أقيق من لأني أنا عرفت رائحتي، بالأحرى رائحة صديقي. مكثت معه شهرا في الزنزانة؟ في الزنزانة مكثت معه شهرا، وقمت بما حتى تخدمه وتساعده. خدمته طبعا، وخففت عنه، وطبعا نظفته. كيف كانت حالته النفسية؟ مرتفعة، شيء غريب. لو سمعته يتكلم ويغني ويضحك لقلت أنه يتعشى بأفراخ الحمام. ليست في نبرة صوته شيئا من الوهن. كان يضحك، وكان يأمرنا بالصبر، إلى أن لما مررت معه، يعني مكثت معه صبرا، عوضني الأخ صديق من أصدقائي الصدقي، عبد الرحيم الصدقي، عوضني. وبعد ذلك سنة كام تذكر هذا؟ في 5 أعتقد، في بداية الثمانينات. أنا سأقرأ ما كتبته أنت عن هذا الموقف، ربما ما هو مكتوب يحمل بعض البلاغة. تحت الضوء الخافت المتسرب من الباب الذي تركه الحراس نصف مشروع، تبين مشهدا في منتهى البشاعة والهمجية، مشهد لو رآه أعدم المغاربة وطنية لدس رأسه في التراب من فرط إحساسه بالخزي والعار. كيف يسوغ للمغرب أن يطرح بأبنائه مجانا في هذا الجرف الهاري من الجحيم؟ وكيف يطيب لبعض المسؤولين أن يتصرفوا هكذا في السر تصرف القتلة المحترفين؟ تقلص جسم الغال بشكل مهول، ولم يعد سوى جثة متآكلة لطفل في 9 من عمره، طفل بلحية مخللة بالشيب غطت الآن كل صدره القصبي النحيف، وشعر رمادي مغبر أشعث ترامى على أكتافه الضامرتين كجدائل ممرغة في التراب اللزج. لقد حاولت مع القبطان غلول تجريده من ثيابه، ذهبت قطعة من جلده المهترئ مع مزق من قميصه المبلل، فانكشفت بعض من عظامه. كان الغال وهو عريان هيكلا عظميا مشوها ملفوفا في كيس من الجلد الممزق المثقوب، تفوح منه رائحة الفناء، رائحة نتنة كانت نتاج مدة طويلة من إفرازات القيح والدم والبول والغائط والعرق. انسلخ ظهره وجلد جنبيه.
وأصبح قفص صدره شبه مقعر. أكمل أنت. يعني في الحقيقة حين أتذكر محمد الغالو أصاب بالغثيان. محمد الغالو يعني كان قمة القمم في الفظاعات الإنسانية، و يعني أقف عاجزا، الكلمات تعوزني لكي أبرز الفظاعة التي مرها منها هذا الشخص. ولولا العناية الربانية، وهنا أرجع إلى المساعد الأول العربي لويز الذي تأثر كثيرا بمشهد وبمعاناة هذا الأخ، فحضر له دواء بلديا صنعته زوجته، فأخذ يعطيه يمده به، وقد ساعده نوعا ما، خفف من معاناته، إلى أن جاء اليوم الذي دخلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على الخط، لأن الصديق مبارك الطويل كان متزوج من أمريكية، وتحت الضغط الأمريكي انتشل صديق من بيننا، وأعطيت له الإسعافات الأولية، وكان هذا الصديق هو من شفع لمحمد الغالو عند المدير الذي كان يعتقد أننا فانون على آخرنا. ولما فتح المجال لمبارك الطويل وأعطاه وأقنعه بإسعاف الغالو بشيء من الدواء، جاءت الإسعافات. يعني المدير قبل تحت ضغط مبارك الطويل وتحت ضغط الحراس الذين لم يعودوا قادرين على اشتمام رائحة الغالو، فعين تطوع أصدقاء لعبوا دورا يعني في منتهى الإنسانية، وأنا أحييهم، وهو الأخ محمد غلول والشاوي عبد الكريم الشاوي وأحمد بوحيدة، تناوبوا على التخفيف من عذاب أخينا الغالو، بقوا معه إلى النهاية، إلى أن مات. توفي. النهاية كانت في 3 يناير عام 89 بعد 15 عاما من المرض و11 عاما من الشلل التام. نعم. توفي محمد الغالو في السجن. وأفتح هنا قوسا لأذكر بالدور الذي لعبه المرحوم بن عيسى الراشدي. بن عيسى كان من أعظم الحراس ممن ساهموا في التخفيف عنا. كان يسكن في الزنزانة رقم 1، هو الذي كان يكره العزلة، فلما أتيحت له الفرصة لكي يساعد الغالو مكث معه ما يقرب من 2 سنين. وبن عيسى هذا كان زجالا وكان سائرا وكان ماهرا جدا بأصابعه، فطبعا خفف من معاناة الغالو. وبعد، ماذا ربح الجلادون من كل هذا العذاب المجاني؟ حظوة، جاه، مال، رتب، أوسمة، مناصب، نياشين؟ فأين الخوف من الله إذن؟ وإذا كان إيمانهم بالله لاغيا، فأين الضمير؟ أين القيم؟ أين المبادئ؟ أين اختفى فيهم الإنسان؟ أما كان الرصاص أهون وأرحم ما دام تصميمهم على القتل أمر لا مرد له؟